السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اتمنى منكم في البداية كلكم انكم تدعولي بظهر الغيب ان ربنا يا رب يفك كربي ويجعل لي كل اللي جاي خير يا رب. بس كده مش عايزة اشيلكوا همي يعني. بس اول حاجة بقى ابتديت كده دخلت معاكم على الاكل على طول. قطعت معاكم كده حوالي 3 4 طماطمات مكعبات كده زي ما انتم شايفين. مش عارفة ليه بحاسة ان الطماطم الايام دي في السوق مش حلوة خالص. بس الحمد لله على كل حال اهي بتقضي الغرض. المهم بقى قطعت معاكم كده طماطم، وهقطع معاكم برضو حوالي 3 4 قرون فلفل كده زي ما انتم شايفين، كله هقطعه ترانشات. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة لذيذة أنا برضو بحبها قوي، هي من الأسماك. هنعمل مع بعض سردين صينية. أنا باحب أوي أعمل له الخلطة دي كده، باعمل له طماطم وفلفل ترانشات باعصر عليه ليمون كتير بقى، يعني هاعصر مع الخلطة اللي أنا باعملها له ليمونية، وهاعصر 3 ليمونات عليه لما اخلص صينية. وباحب احط له زيت وليمون كتير. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. عملت الطماطم وقطعت الفلفل وحطيت معاكم معلقة توم حلوة كده، وهنزل بقى معاكم بملح وكزبرة ناشفة، وكمان لو عندي كزبرة خضرة بحب احط لها او برضو بحب عادي يعني. بس انا في العموم باحبه أكتر كده، يعني هو طماطم وفلفل وتوم وبس وملح وكمون وكزبرة ناشفة. هنا بقى هاحط معاكم السلاح اللي بيقطع ترانشات كده، عشان أنا باحب أحط أوي تحت السردين بطاطس وكده، فبيبقى حلو أوي. فبصراحة كسلت أقطعها بقى على إيدي كده ترانشات رفيعة، فقُلت خلاص هاقطعها في الكبة زي ما انتم شايفين كده. أنا باحب الترانشة زي كده بالضبط، ولا هي الرفيعة خالص فتتحرق وتبقى ناشفة، ولا هي التخينة فما تستويش بسهولة. بس كده بقى ابتديت اضبطهم كده معاكم في الصينيه. جبت الصينيه المدوره دي. انا بحب قوي اسوي الحاجات اللي زي كده في الالمونيا، فبصراحه برتاح فيها. حطيت بقى معاكم البطاطس، وهحط كده شويه من الخلطه على البطاطس، وهجيب بقى معاكم السردين كده وهبتدي ارصه معاكم في الصينيه. هو ما شاء الله كان جاي طازة يعني وفريش، والسردينية كانت حلوة، فقلت خلاص بقى اعمله النهاردة ما اشيلهوش في فريزر ولا حاجة. يبقى طعمه مش احسن حاجة يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده رصيت معاكم خلاص السردين، وهنزل بباقي الخلطة كده على الوش. ما اقولكوش الخلطة دي ريحتها بتبقى حلوة قوي قوي، وبتدي السردين طعم جميل بصراحة. نزلت بقى بكل الخلطة كده زي ما انتم شايفين، وهقطع بقى معاكم اهو 3 ليمونات، وممكن اعصر اكتر من كده كمان، بس انا اكتفيت ب4 ليمونات يعني في الصينية، فقلت حلوة قوي كده. الليمون والزيت هو اللي بيخلي صينية السردين طعمها حلو وتحفة، وما تنشفش منك قوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش طرية، وبيكون طعمها حلو قوي قوي يا جماعة. فعلى صينية السردين كتروا ليمون وكتروا زيت، يعني مش هيخسر معاكم ابدا، بالعكس هيديكوا طعم حلو. بس زي ما انتم شايفين بقى كده بحاول اعصر في كل الجوانب، بحاول اشرب السردين يعني بالليمون كده من كل الجوانب. وهحط بقى معاكم الزيت، برضو زي ما انتم شايفين كده بحط زيت في كل الجوانب. وكده خلصت معاكم صينية السردين. كان عندي بقى بتنجانية كده، قلت ايه اشويها ولا اقليها. قعدت كده يعني محتارة شوية، وبعدين قلت اقليها احسن، فقلت بقى اقطعها معاكم كده. الاول انا معرفش بحب اقشرها كده بالطريقة دي، وبعد كده هقطعها بقى معاكم ترانشات. بس للأسف لقيتها مبذرة وما كانش عندي غيرها، فقلت بقى يعني مش مشكلة بصراحة. هيطلع برضو طعمها حلو وكل حاجة، ومش هرميها يعني حرام. بس زي ما انتم شايفين كده قطعتها بقى كده معاكم ترانشات، وهحط عليها ملح ومية. انا لما بعمل الحركة دي لما باجي اقلي البتنجان مش بيطرطش جامد كده ويلسوعنا بقى واحنا واقفين، لا خالص بيبقى حلو يعني.
هنا بقى حطيت كده السردين ياخد له كده غلوة على النار كده صغيرة، وبعد كده كنت بسخن الفرن بقى هدخله الفرن الكبير، لان انتوا طبعا عارفين ايه اللي حصل للفرن الصغير. وكان عندي بقى زبدة فلاحي، قلت كده اسيحها معاكم. انا بحب قوي اسيح الزبدة بتاعتي الشهر بشهره، مش باحب أسيّح كمية وبعد كده يعني أقعد أستعمل فيها فترة طويلة، لأ أنا باحب أسيّحها أول بأول كده تكون طازة. وطبعًا هي كده لمّا حتى بنعمل كمية ما بيبقاش فيها أي حاجة بتبقى حلوة برضه. جِبت بقى معاكم هنا كده فلفل أحمر وحطيت عليه توم، وهاعصر بقى معاكم ليمونية كده، وكمان هاحط ملح وكمون. هنا كنت باعمل معاكم الدقة أو التتبيلة بتاعة البتنجان، وقليت البتنجان مع نفسي. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده السمنة كانت دخلت في مرحلة بقى الغليان. أنا باسيبها الأول تسيح على نار عالية، وبعد كده عادي باخليها على نار متوسطة. وهنا كانت خلاص خلصت كده زي ما انتم شايفين. كنت بقى قليت مع نفسي كده البتنجان، حطيت معاكم التتبيلة بتاعته بتخلي طعمه برضو حلو قوي. أعتقد ان يعني الطريقة دي هي الدارجة عندنا يعني كمصريين وبنحبها، فهي بيبقى طعمها حلو قوي بصراحة. بس كده، وده كان شكل البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كنت خلصت الاكل، وكمان كان عندي فلفل بالصلصة كده حطيته، ده كان شكل الاكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى مع بعض هنحط السمنة ونصفيها. طبعا انا سبت السمنة تهدى شوية الاول قبل ما احطها في البرطمانات، وبعد كده صفيتها زي ما انتم شايفين. البرطمان ده ما كفاش، فجبت برطمان كده صغير، وهو يا دوب عمل يعني نصه تقريبا. فحلو يعني برضو ما شاء الله ما نقصتش كتير، هو كان كيلو وحاسه ان هو ما نقصش كتير يعني. بس كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هدخل بقى معاكم كده اعمل لنا كب كيك، والمره دي هعمل الكميه اقل ما بعملها معاكم كل مره بستخدم معاكم 3 بيضات. انا هستخدم معاكم بيضتين وكوبايه ونص لبن، علشان هرجع ازود لبن تاني. وانا بحب الاول احط كده المكونات السائله الاول مع بعض اضربها، فحطيت بيضتين وكوبايه لبن، وحطيت ظرف فانيليا، وهحط معاكو كوبايه سكر علشان السكر يسيح كده كويس مع المكونات السائله وما يبقاش موجود في الكيكه، يبقى ساح يعني كله في بعضه. وبحط معلقه صغيره خالص خل، وببتدي بقى اضربها لحد ما لونها كده يفتح كده، واحس ان السكر بتاعي ساح خالص وما بقاش باين، بقى هو والسوائل حاجة واحدة. زي ما انتم شايفين بقى كده استمريت في الضرب لحد ما حسيته ان لون الخليط بقى فاتح كده. هبتدي بعد كده اني انزل معاكم بالدقيق، وانا النهارده هستعمل معاكم كوبايتين بس دقيق، مش هستعمل 3 كوبايات، علشان انا كنت عايزه اعمل على قد صينيه الكب كيك. بس برضو اتفضل وهنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. دخلت بقى كوبايتين الدقيق معاكم، وهنا وانا بضرب بالمضرب حسيت ان القوام تقيل، هزود شويه لبن وبس، يعني شويه لبن حوالي ربع كوبايه مش كتير. لازم كل ما استعمل المضرب يبهدل لي المطبخ بالدقيق. بس تمام يعني زي ما انتم شايفين كده زودت حوالي ربع كوبايه لبن وهضربها. وكان عندي بقى فرمسي اللي هو الشوكولاته، وانا بصراحه كان نفسي في كيكه شوكولاته قوي، فانا قلت افتكس واحطه كده. بس الاول هحط معاكم الكيك شيف، دخلته برضو كده وحطيت معاكم الكيك شيف وهقلب. وهنزل بقى معاكم بالفرماسيه كده زي ما انتم شايفين. على فكرة طلع طعمه حلو قوي، يعني كانت افتكاسة حلوة مش وحشة، وادت طعم كده ميكس ما بين الفانيليا والشوكولاتة فخلت الطعم حلو قوي. هنا بقى جبت حاجة كده يكون ليها بوز علشان اعرف احط الكب كيك، وزي ما انتم شايفين طبعا وانا بحطها كل حاجة اتقلبت بره، بس الحمد لله.
وهابتدي بقى أحط معاكم الخليط في قوالب الكب كيك كده، وما تعملوش زيه، ما تملوهاش كده على الآخر. سيبوا فراغ علشان الكيك تاخد نفسها كده وتعلى. أنا بعد ما خلصت معاكم حاولت إن أنا أنقّص بالمعلقة كده الخليط ده تاني. حتى لو تلاحظوا هنا الخليط ناقص شوية، فعلشان هي تبقى الكيكة واخدة راحتها كده في الارتفاع. الكيك بقى اللي اتفضلت معايا جبت كده قالب الانجليش كيك ده وقلت احطها فيه وخلاص. وطلعت حلوة برضو، بس ما كانش ارتفاعها عالي قوي عشان هما ما كانوش كتير يعني. كنت المفروض احطها في القالب الاصغر، بس يعني الحمد لله طلعت برضو طعمها حلو، وارتفاعها بسيط مش عالي قوي لان هما كانوا حبة صغيرين زي ما انا بقول لكم يعني. بس كده بقى هروح ادخلهم الفرن وهوريكم بقى شكلهم لما يطلعوا. هنا بقى الكيكة كانت خلاص طلعت، وشايفين ما شاء الله الكب كيك طالع عامل ازاي. هو بس اخد مني وش زايد كده شوية. هقلب بقى معاكم القالب ده وهبتدي ان انا اقطعه. هنا بقى زي ما قلتلكوا بصوا هي طرية جدا وهشة، بس ارتفاعها صغير. والكب كيك برضو كانت طرية قوي، يعني تعمليها بايدك كده ترجع تاني. فما شاء الله وكان طعمها حلو قوي. هنا بقى كنت قطعت الانجليش كيك ورتبت كده معاكم الكب كيك برضو في طبق علشان يكون شكل التقديم حلو. وده كان الفيديو بتاعي. ما تنسونيش في دعواتكم، مش لازم تكتبولي حتى لو دعيتولي بظهر الغيب. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب فيديوهاتي تكون خفيفة على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير، باي باي.